مساء الخير، انا ميرنا انور بكون معاكم في برنامج ريزي لتلخيص الكتب. والنهارده معادنا مع السلوك رقم 11 من كتاب 13 شيء لا يفعله الاشخاص الاقوياء عقليا للكاتبه ايمي مورين، وهي دكتوره نفسيه. فلو ما كنتش شفت ال10 حلقات اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن، وما تقلقش خالص كل حلقه منفصله عن الثانيه. السلوك رقم 11 اللي مش بيعمله الناس الاقوياء عقليا ان هم زي دون فير الون تايم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بيخافوا يقعدوا لوحدهم، وطبعا مش المقصود هنا ان هم بيخافوا من العفاريت والحاجات دي. طيب المقصود ايه؟ بص يا سيدي، في 3 انواع من الناس، ركز معايا عشان ممكن تكون واحد منهم. النوع الاول مشغول طول اليوم بين شغل واجتماعات ومقابلات هنا وهناك، وما عندوش فعلا ولا دقيقه فاضيه يقعد فيها فعلا مع نفسه يفكر ويخطط للي جاي، خصوصا مع الضغط المجتمعي اللي احنا بقينا عايشين فيه عن فكره الانتاجيه وان انت لازم تكون منتج في كل لحظه في حياتك. والنوع ده بيوصل فعلا ان هو لو قعد دقيقه مع نفسه يحس ان هو بيضيع وقت ويجيله تأنيب ضمير. اما النوع التاني في مجرد ما يشم دقيقه فاضيه في يوم يقعد فيها على التلفزيون، يشغل التلفزيون، ممكن يكون شغال وراه في الخلفيه وما بيتفرجش على اي حاجه، وفي نفس الوقت يقوم فاتح السوشيال ميديا يقعد يقلب على اي حاجه كنوع من انواع الهروب مش اكتر. او تخرج مع اصحابها لمجرد ان هي تضيع اليوم وتهرب من هي تفكر في المشكله اللي عندها وتلهي نفسها بقى عشان ولا تفكر في ماضي ولا تفكر في مستقبل، تريح دماغها. اما بقى النوع الثالث فهم ناس فعلا هايبر قوي، اكتف بزياده، مش بيرتاحوا وهم لوحدهم، تحسهم كده بيفركوا مش قادرين يقعدوا على بعضهم، اتعودوا دايما على الازعاج وانه في انشطه في حياتهم وحاجات كتير قوي بيعملوها. ففكره ان هم فعلا يقعدوا لوحدهم دي فكره بالنسبه لهم مرعبه، لمجرد بس خوفهم من الملل او هم مش قادرين يتخيلوا هم قاعدين لوحدهم. الناس هي فعلا اللي بتحسسهم ان هم عايشين. فلو كنت اي نوع من ال3 دول لازم تركز كويس جدا وتخصص وقت للوحده، وما تتجاهلش الكلام ده احسن يحصل لك زي فينيس. فينيس دي حصل لها ايه بقى؟ فينيس دي عانت من حاجه اغلبنا بيعاني منها، وهي الاوفر ثينكينج طول الليل وان احنا مش عارفين ننام، لدرجه من كتر ما هي بقت عاديه متكرره في حياتنا بقت مجال للسخريه والميمز على السوشيال ميديا. فبتقول لك فينيس بقى ان هي ما كانتش بتعرف تنام طول الليل خالص، فراحت لدكتور يكتب لها على منوم، بس الدكتور ده نصحها ان هي لازم تروح لدكتوره نفسيه. طبعا هي ما كانتش مقتنعه، بس قالت تروح هتخسر ايه؟ وطبعا راحت لمين؟ راحت لايمي مورين اللي هي الكاتبه بتاع الكتاب بتاعنا النهارده. فينيس بتقول لايمي ان هي هتتجنن، ان هي بتكون راجعه بالليل تعبانه جدا وعايزه تنام وشغل طول اليوم، بس مع ذلك مش بتعرف تنام، عقلها مش بيبطل تفكير في اللي حصل طول اليوم، بتقعد ساعات على السرير وتقعد تفكر في ايه اللي كان المفروض تقوله في الموقف الفلاني، او تقعد تفكر في اللي جاي هيكون شكله ايه، في حين ان هي طول اليوم مش بتفكر خالص وما بيجيلهاش الافكار دي، لان طبيعه عملها كسيلز عقارات بيخلي يومها مشغول بين اجتماعات وعملاء ومكالمات، وحتى لما بيكون عندها وقت فاضي في يومها بتخرج مع اصحابها. الكاتبه سالتها طب امتى بتقعدي لوحدك؟ فينيس طبعا استغربت السؤال، قالت لها اقعد لوحدي؟ لا ما بقعدش لوحدي، اقعد لوحدي ليه؟ انا مش بحب اضيع دقيقه من وقتي من غير ما اكون منتجه، من غير ما اكون مش بعمل حاجه. فالدكتوره قالت لها مش يمكن ده السبب اللي يخلي عندك ارق بالليل؟ طبعا فينيس لا، قالت لها لا خالص، لا طبعا ازاي. الدكتوره اقترحت عليها تخصص 10 دقائق كل يوم يكون هو الوقت الالون تايم بتاعها، الوقت اللي تكون فيه لوحدها، وتجرب وتشوف موضوع الارق ده هيتعالج ولا لا. طبعا فينيس بما انها عاشقه للاكتيف لايف ستايل او ان هي لازم تكون على طول بتعمل حاجه، فبدل ما تقعد ال10 دقايق كده ساكته تفكر في اللي بيحصل واللي هيحصل، لا عملت ايه؟ كتبت مذكراتها اليوميه، وكنتيجه لده ده ساعدها ان هي تنام بسرعه اكبر، وفعلا القلق والتوتر بتوع بالليل قالوا، وبعد شويه وقت حست ان عقلها فعلا بقى اهدى، وبقت تخصص وقت للوحده بين جدولها اليومي كحاجه من المهام. يعني انت في التو دو ليست بتاعتك مثلا هذاكر النهارده ساعه، هقرا نص ساعه، هعمل مش عارف ايه، هقعد لوحدي 10 دقايق، لازم يكون وقت الوحده ضمن جدولك اليومي. طبعا ان كنت انت مش زي فينيس، طبعا اقرب سؤال بيجي في بالك دلوقتي الوحده ايه المفيد يعني من الوحده؟ ما انا بعرف انام بالليل، ليه بتوع علم النفس مكبرين قوي الموضوع وبيقولوا ان احنا نقعد لوحدنا؟ بص يا سيدي، زي ما اتفقنا ان كل حاجه لازم يكون فيها توازن، فبيقول لك العزله المعتدله مفيده للاطفال، والدراسات اثبتت ان الاطفال من سن 5 سنين ل9 سنين لما بيقضوا اوقات معتدله من العزله اقل عرضه للمشاكل السلوكيه والعنف، واقل شعور بالاكتئاب، واعلى درجات بين زمايلهم. طيب دول الاطفال، لا مش بس كده، اسمع معايا. تاني حاجه بيقول لك ان العزله بتزود الانتاجيه في شغلك، بالرغم من الشركات حاليا بتفضل نظام المكاتب المفتوحه لان هي بتزود الانتاجيه وبتزيد الابداع في شغلك، بس ده حسب رايهم هم، لكن الدراسات كان ليها رأي تاني. الدراسات اثبتت ان اغلب الناس بينتجوا اكتر وبشكل افضل لو كان عندهم خصوصية في الشغل. مش بس كده، رقم 3 لفايدة العزلة ان العزلة هتخليك مبدع. دايما بنلاقي الكتاب والرسامين بيرجعوا سبب ابداعهم للعزلة، وبعض الباحثين لقوا ان انت لما تقضي وقت بعيد عن الناس وضغوطات الحياة وطبعا مؤخرا السوشيال ميديا، ده هيزود الابداع عندك. بس طبعا اغلب المجتمعات كان كل تركيزهم على السوشيال سكيلز، المهارات الاجتماعيه، ونسوا السوليتري سكيلز يعني المهارات الانعزاليه، مع انها فعلا ما تقلش اهميه عنها ان ما كانش العكس. ده كمان الدراسات اثبتت ان انت لو قدرت فعلا تمارس المديتيشن او التامل كل يوم لمده صغيره
حتى لو حطيتها في الروتين الصباحي بتاعك 5 دقايق قبل ما تنزل الشغل، الدراسات اثبتت ان هي بتغير فعلا بنية الدماغ، بتنظم الادراك، ولو عندك صعوبة في التنفس بتعالج الموضوع ده، وبتعالج الارق، وكمان بتحسن صحة القلب. فدايما خليك حريص ان انت تخصص وقت تبقى فيه لوحدك وتشحن بطاريتك، وتفكر في اهداف حياتك وهل انت ماشي صح ولا ماشي غلط، وتخطط لمستقبلك. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انت تكتب كل ده، ولو مشغول 10 دقايق وسط جدولك اليومي مش هتفرق كتير في يومك، بس هتفرق كتير في نفسيتك. ودايما اتعودي تطفي التلفزيون لو مش بتتفرجي عليه، وما تقلبيش كل شويه على السوشيال ميديا وتسرحي لمجرد ان انت ما تقعديش لوحدك. وما تنساش تقولي في الكومنتات بتخاف تقعد لوحدك، وكمان تعملي لايك وشير عشان صاحبتك اللي بتخاف تقعد لوحدها تسمع الفيديو، وطبعا سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك السلوك رقم 12.